نال مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد جائزة السنة كأفضل مدرب في أفريقيا والشرق الأوسط خلال حفل ليلة الأساطير الذي نظمته قناة سكاي نيوز في أبو ظبي الإماراتية. وتم اختيار الاتحاد المغربي لكرة القدم خلال الحفل ذاته لجائزة أفضل اتحاد بعد النجاحات الكبيرة للكرة المغربية في السنوات الأخيرة، إذ تسلم الجائزة محمد مقروف الناطق الرسمي باسم الاتحاد بالنيابة عن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأقجع. وبحسب صحيفة هسبور المغربية، فقد أبدى نتبورا مدير قناة سكاي نيوز في كلمته خلال ليلة الأساطير في نسختها الرابعة التي قدمها كل من ليني منصور وعلي الكرني اعتزازه بما قدمه المنتخب المغربي في المونديال، متحدثا عن مواجهة الأسود أمام إسبانيا والبرتغال وفرنسا، مبرزا أن للشعب الإسلامي التف كله حول المنتخب المغربي وآزره بقوة في كأس العالم، مشيدا أيضا بالتنظيم العراقي لكأس الخليج. وشهد حفل ليلة الأساطير الذي عرف حضور شخصيات رياضية مرموقة تكريم العديد من الشخصيات الرياضية العالمية على غرار النجم الإيفواري يايا توري والمصارع حبيب نور محمدوف.